أولاده عمر وأبو بكر. والله إن الحق بين وإن الباطل بين وما بينهما بين، ولكن الناس تكابر على نفسها. هاي المرأة شيعية وليست معممة، لكن سبحان الله نطقت ما لم يستطع إلى الآن أن يقوله معممي الشيعة، علما أن الحق واضح لا اختلاف فيه. اسمعوا والله معي ايش تقول. أولاده عمر وأبو بكر، نقطة، راس سطر. لو كان فعلا مثل ما تقولون التاريخ هذا اللي ما نعرف حقيقته من زيفه، انه عمر هو كسر ضلع الزهراء، معقولة الإمام علي يسمي واحد من أولاده على اسم شخص كسر ضلع سيدة نساء العالمين؟ معقولة الإمام علي سلام الله عليه يسمي أحد أولاده بعد وفاة الزهراء باسم أبو بكر؟ يعني تاريخهم بيه لعبة. مشكلة شيطنة صورة عمر بن الخطاب بالتاريخ عليه علامات استفهام. يعني عمر بن الخطاب لو ما محرر فارس بعهده وهازم كسرى بعهده، ما شيطنت صورته بهالطريقة هذه. وصلت ناس تترحم على أبو لؤلؤة اللي هو جاسوس كافر مجوسي يدين بالدين المجوسي عبدة النار. قتل عمر بن الخطاب ثأرا لانهيار امبراطورية الفرس الكافرة. يعني ما جاي نعرف شنو اللي جاي يصير. ليش يجي؟ ليش الناس بدأت تمجد بالكافرين، تمجد بالفتنة وتطبل لها وترقص لها؟ يعني لو تحرير العراق وهزم امبراطورية فارس وكسر كسرى ملك الفرس وهزيمته في عهد علي بن أبي طالب مو عهد عمر، ما راح نلقى هاي الشيطنة اللي جماعة من الشيطانين بها هسه.